أهلا بكم من أمريكا مع أيمن. سعيد جدا بتفاعل حضراتكم على الحلقة اللي فاتت، اللي كانت بتتكلم عن مجال المحاسبة في أمريكا وإيه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها عشان ندرس. والحقيقة بعد الحلقة دي جاتني شوية استفسارات كتيرة، سواء تحت التعليقات على الفيديو أو في الرسائل، وقلت أجمع الحاجات دي كلها عشان نجاوب عليها مرة واحدة، علشان أقدر إن أنا أقدم يعني المعلومة لكل الناس اللي بتسأل عليها. عايز اتكلم في 3 نقط سريعه جدا عشان ما اطولش على حضراتكم. النقطه الاولى بخصوص شهاده السي ام اي. ناس كتيره جدا جدا سالت على شهاده السي ام اي، وهي مهمه ولا مش مهمه، او مطلوبه في مجال العمل في امريكا ولا لا. واللي ما يعرفش السي ام اي، هي اختصار كلمه سيرتيفايد مانجمنت اكاونتنت. الحقيقه عشان اكون صريح مع حضراتكم، انا في المجال بتاع الفاينانس من زمان في امريكا، وانا ما شفتش شهاده السي ام اي هنا بتطلب كتير. معظم الناس بتطلب السي بي اي لانها اكبر واشمل واعم. كمان علشان السي بي اي زي تعتبر كانها لايسنس، ممكن من خلالها ان انت تعمل ضرائب للناس وتقدر تعمل لهم حاجات كتيره جدا. لو انت عاوز تفتح بيها مكتب منفصل، فتقدر انك تعمل بالسي بي اي، تقدر تشتغل جوه اماكن، وكمان تقدر انك تشتغل كسي بي اي منفصل لو انت عاوز تفتح مكتب. فالسي بي اي بتطلب اكتر. السي ام اي انا ما شفتهاش خالص، وما شفتهاش في اي جوب ريكويرمنت قبل كده. معظم اللي بيطلب يا اما بيطلب باتشلرز بكالوريوس او السي بي اي. ده بالنسبه للمحاسبين يعني. كمان في بعض الوظائف اللي بتكون في المجال المالي او في الحسابات، ممكن تكون كمان بالهاي سكول دبلومه، ودي ممكن تكون مفاجاه لبعض الناس. ودي علشان تمهيدا، ليه بقول الحكايه دي؟ عشان تمهيدا للنقطه نمره 2 اللي عايز اكلم حضراتكم فيها. النقطه الثانيه الاهم هنا في امريكا، وانا يمكن وضحتها في حلقات سابقه، بس عايز اكد عليها تاني علشان الناس اللي بتتفرج علينا، يعني سواء من جوه امريكا او من بره امريكا. هنا في امريكا يا جماعه الاهتمام بيكون اكبر بالخبره قبل الشهاده. هنا الخبره بتيجي قبل الشهاده. يعني مش مهم انت معاك شهادات ايه، قد مهم انت بتعرف تعمل ايه بايدك، بتعرف تشتغل ايه اللي انت بتعرف تشتغله، وايه اللي انت ممكن تضيفه للمكان اللي انت هتشتغل فيه. فالشهاده هنا مش بتبقى نمره واحد. وهدي لحضراتكم مثال سريع جدا. في مجالي انا اللي هو في مجال البنوك مثلا. في مجال البنوك ممكن واحد يوصل يكون مدير فرع في بنك، ويكون معاه هاي سكول دبلومه اللي هي ما تعادل الثانويه العامه عندنا. بيبدأ السلم من أوله. ممكن يكون بيبدأ السلم صغير خالص وهو مثلا 20 21 سنة، بهاي سكول دبلومة، بيشتغل مثلا تيلر، وبعد كده ترقى بقى هيد تيلر، وبعد كده بقى اسيستنت برانش مانجر، نائب مدير فرع، وبعد كده بقى برانش مانجر. بس عشان يطلع ويكبر بعد كده اكتر، ياخد مثلا ريجن مانجر، او ياخد مثلا بوزيشنز اعلى، بتحتاج بعد كده انه يكون مثلا معاه باتشلرز، او يكون معاه مثلا ماستر ديجري. ولكن لو اتنين اتقدموا البوزيشن، واحد معاه هاي سكول دبلومة، وواحد معاه مثلا باتشلرز، بس بتاع الهاي سكول دبلومة عنده خبرة في نفس المجال في بنك تاني، لا بياخدوا اللي معاه هاي سكول دبلومة. دي ممكن تكون مفاجأة لبعض الناس. هنا الخبرة بتيجي قبل الشهادة، مش زي عندنا. يعني هنا ما بيقولوش بلد بتاعت شهادات، صحيح. فلا، الخبرة بتيجي قبل السيرتيفيكت. آه، الحاجة الأخيرة اللي عايز أنوه عليها بقى، علشان ناس كتيرة جدا بلاحظ الموضوع ده يعني في التعليقات مستمر بقاله فترة. احنا القناة هنا من أمريكا مع أيمن، قناة بنتكلم فيها عن حياة في أمريكا. فمينلي الوظائف اللي بنتكلم فيها دايما، أو بنعرضها، أو بنحاول ندي للناس فيها مدخل، هي بتبقى وظائف للناس اللي عايشة جوه أمريكا، أو المقيمين جوه أمريكا، سواء كان عنده جنسية أو عنده جرين كارد أو مقيم في امريكا مع ورك بيرميت بيشتغل. مش للناس اللي موجوده بره امريكا اللي عايزه تيجي امريكا. يعني ما ينفعش تقدم من بره امريكا وتقول انا هاجي. موضوع ان انك تشتغل في امريكا او فيزا العمل في امريكا، انا كنت شرحتها في حلقات سابقه، بستأذن الناس اللي بتتابعني لاول مره ترجع تتفرج على الحلقات دي، عشان هتوفر عليك مجهود كبير جدا لو انت بتفكر انك تيجي تعيش في امريكا. فاتفرج على الحلقات اللي انا اتكلمت فيها عن انواع التأشيرات وتأشيرة العمل لامريكا، وانواع فيزا السفر لامريكا. اتكلمنا في مواضيع كتيرة جدا على مدار الكام سنة اللي فاتوا اللي بدأنا فيها، فاستأذنك تيجي تتفرج عليها. اخر حاجة قبل ما اسيبكم، باكد دايما يا جماعة، سامحوني، انا مش بقدر اسفر حد، وانا مش مكتب سفريات، ومحدش يقدر يسفرك انك تيجي تشتغل في امريكا.
عشان بس يعني انا اتكلمت كتير جدا في الموضوع ده. اتمنى يكون معلومات واضحة للكل، واتمنى ان احنا نقدم لحضرتك معلومة ولو بسيطة تقدر تفرق معاك في حياتك لو انت عايش في امريكا، او لو انت بالفعل خدت خطوات وجاي تعيش في امريكا قريب ان شاء الله. بشكركم جدا، وسامحوني لو مش بقدر اجاوب على كل الاسئله، او مش بقدر اجاوب على كل الرسائل، بس انا بحاول اجمعها. انا بقرا كل التعليقات بس بحاول اجمعها كلها لما بلاقي حاجات كتيره متشابهه، فبجمعها وبعملها في حلقه زي حلقه النهارده كده. اتمنى لكم يوم سعيد، واتمنى لكم كلكم يا رب التوفيق، واتمنى لكم كلكم ان شاء الله تحققوا كل اللي بتتمنوه. بشكركم جدا جدا جدا، وكان معكم ايمن من امريكا.